الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، إخواني في الله، ما حالي إلا كما قال القائل: وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا لأهل خيبرة. ولا سيما بين يدي شيخنا الجليل العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكنا نجلس بين يديه ونسمع خيرا كثيرا، فهوما عظيمة وعلوما جميلة تلقى علينا في تلك الدار المباركة العظيمة التي أخرجت أفدادا وأخرجت علماء وطلاب علم نجباء، وأخرجت حفاظ قرآن ومدرسين ومربين وعاظ وغير ذلك مما أخرجته وممن أخرجته تلك الدار المباركة العظيمة. ولقد سمعنا في بين مغرب وعشاء درسا مباركا عظيما على عادة أهل الحديث في شروحاتهم وفي طرحهم، عناية بالحديث دراية ورواية. وهكذا أيضا ما نسمع من المسائل الفقهية والخير الكثير. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لأهل السنة مكانا يجتمعون فيه على ما هو موجود وتسمعون من الخير هنا وهناك، ولكن لا أعظم عندنا على ما عودنا علماؤنا وعلى ما اعتدنا منهم وعلى ما يحصل من النفع بهم من مكان يجمع أهل السنة ويخرج منه وينطلق منه الدعاة إلى الله جل وعلا، وينطلق منه العلماء، وينطلق منه من ينطلق ممن ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة بأسرها. ولكن لله الحكمة البالغة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والشخص لا يدري في أي شيء الخير له، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يختار له ما فيه الخير. والله جل وعلا يعلم والعباد لا يعلمون، وربما يحرصون على شيء والله سبحانه وتعالى يعلم غيره فيه نفعا لهم فيقدره لهم، ولا سيما عباده المؤمنين، فإن الله يحب عباده جل وعلا، ولا يختار لهم حتى ما يحصل لهم من الابتلاء، لا يختار لهم إلا ما فيه الخير. وهذا البلاء نازل بنا، وعلى العبد أن يهيئ نفسه لما سيحصل له. فإن الصادق المصدوق يقول إن البلاء، أو يقول لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وصيغة لا يزال كما هو معلوم من كتب اللغة أنها تفيد الاستمرار، هذا أمر مستمر بالمؤمن والمؤمنة، أن الله يبتليه، وأن الله سبحانه وتعالى يمحصه، وأن الله يقدر له ما شاء جل وعلا، والله المستعان. أما نصحي مع إخواني حفظهم الله وما أحببت أن أقوله بين يديهم رعاهم الله وسددنا الله وإياهم، ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث يحث فيه عليه الصلاة والسلام مع ما بينه في صدره من شأن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، وأن المؤمن القوي في إيمانه، المؤمن القوي في عقيدته ونهجه، أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الذي يحصل له ضعف في إيمانه. والإيمان من معتقد أهل السنة، الناس يتفاوتون فيه، ففيه من هو قوي وفيه من هو أقوى، وفيه من هو قوي وفيه من هو ضعيف فيه، وهذا معتقد أهل السنة مقرر في كتبهم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت بيانه والكلام عليه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن المؤمن الكيس الفطن تجد حريصا على ما ينفعه في دينه وفي دنياه. وهذا الذي ينبغي له أن يكون حريصا على ما ينفعه، لأنه إخواني في الله إن لم يحرص على ما ينفعه سيبتلى بما يضره في دينه وفي دنياه. وفي هذا المقام أذكر أشياء ينبغي لنا معشر السلفيين أن نكون حريصين عليها، لأنها تعود على أفرادنا وتعود أيضا كذلك على هذه الطائفة العظيمة، على أهل السنة والجماعة إنهم حرصوا عليها وإنهم أقاموها على مراد الله جل وعلا. فمن الأمور إخواني في الله التي ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نعتني بها لما فيها من النفع لنا ولدعوتنا العناية بالإخاء فيما بيننا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل من قوله: أين المتحابون فيه؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. لو لم يكن في شأن المحبة وفي شأن العناية بها والحرص عليها وإبعاد كل ما يزعزعها ويخل بها إلا هذا الحديث وكذلك الآخر الذي ذكر، لكان جديرا وحريا وخليقا بأهل السنة أن يعتنوا بها. كيف إخواني في الله وهي من أسس الدعوة ومن أركان هذه الدعوة التي تقوم عليها الدعوة السلفية، شأن الإخاء والمحبة في الله. فإنه والله لا تقوم لنا دعوة وبيننا ما تعلمون من الإحن والشحناء والبغضاء مما يضعف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تقوم لنا قائمة، لأن الله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإن التنازع والشحناء والبغضاء وغير ذلك مما ربما يحصل لغير ما مكلف بين بعض الإخوة، هذا مما يفت في عضد الدعوة السلفية ومما يضعف الدعوة السلفية، ولا سيما في هذا الزمان الذي تشتد فيه الغربة على السلفيين يوما فيوما، غربتنا تشتد والعياذ بالله. وتجد بين الإخوة ما تجد من الشر، وتجد من الإخوة يقيمون ولا وبراء على أمور سهلة، والله لا تدخل بجانب الدعوة ولا في جانب المنهج السلفي ولا تضر به قيد أنملة، فإذا به يقيمها ثورة ويقلبها خلافا منهجيا، وهو بينه وبين أخيه أمور ترجع إلى النفوس وأمور للشيطان فيها الحظ الأوفر.
فإذا به يكتب، ولا سيما إخواني في الله مع وجود هذه الوسيلة الواتساب، يكتب وينشر ولا رجوع لأحد ولا استشارة، ولا كذلك أيضا إطلاع أهل الشان بحال هذا الذي يريد أن يتكلم فيه أبدا. كلنا صرنا علماء وكلنا صرنا مشايخ، فنكون نحن السبب في إضعاف هذه الدعوة إخواني في الله إن لم نقم هذا الجانب الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأبان ثمرته في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا جانب من أسس الدعوة السلفية إخواني في الله، العناية بالأخوة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وطأت قدماه الشريفتان آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم جماعات وآخى بينهم أفرادا عليه الصلاة والسلام، لإعلام الله سبحانه وتعالى له أنه لن تقوم دعوة، ولا سيما وما كان عليه الحال في الجاهلية من التناحر ومن الشقاق ومن الحروب وغير ذلك مما تعلمونه من السيرة بين أولئك قبل إسلامهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل آخى بين المهاجرين وآخى بين الأنصار. كل ذلك إخواني في الله لأجل أن تقوى الدعوة السلفية، ولا يحصل بين أهل الصف الواحد شيء يضر بدعوتهم، ولا يشغل بعضهم ببعض. فإنه إذا شغل بعضهم ببعض تركوا الخير وتركوا الدعوة وتركوا أعداءهم الذين يتربصون بهم الدوائر. فهذه من الأمور إخواني في الله التي ينبغي لنا أن نحرص عليها. احرص على ما ينفعك، ولا سيما ما يعود عليك وعلى غيرك بالنفع، وزد على هذا أيضا ما يعود عليك وعلى دعوتك بالنفع، فإنه يجب علينا أن نحرص عليه. وهكذا إخواني في الله من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها الرفق في دعوتنا، والرفق مع إخواننا ومع عامة المسلمين، ولا سيما في هذا الزمان أيضا الذي نفر فيه كثير من الناس. إن لم يتعامل معه بالرفق يزداد عتوا ونفورا. فنصبر إخواني في الله ونكسر النفس، وإن كانت النفس كما تعلمون عزيزة ولا تحب أن تكسر، ولكن نقهرها ونكسرها لأجل الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذه الدعوة المباركة، ولأجل هذا الخير العظيم. فإن الناس أقبلوا علينا جدا، والله إن الذي نراه ونقوم به فوق قوتنا العلمية وفوق طاقتنا. فعندنا من الضعف في العلم ما عندنا إخواني في الله. حملنا أمور كبيرة والله وأمور عظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة عليها. نسأل الله أن يعين الدعاة سواء كانوا هنا أو في تلك البلاد، بلاد اليمن، نسأل الله أن يعينهم على هذا الخير. فإن الناس أقبلوا عليهم، والمسؤولية صارت أعظم مما كانت عليه قبله. كان الشيخ حفظه الله يتحمل عنا عبئا عظيما، ونحن نأتي وعندنا درس واحد فقط في اليوم، درس في النحو، كل واحد يذهب، وذاك درس في العقيدة، وهذاك درس المصطلح، وذاك درس في تخصصه، ونذهب إلى بيوتنا ونستفيد ونقرأ. الشيخ يتحمل عبء الدعوة. والآن وزعت الدعوة ووزعت المهام علينا والله، وصرنا نعرف قيمة شيخنا حفظه الله وما كان يتحمله عنا وما كان يقوم به عن طلابه وعن إخوانه أهل السنة والجماعة في المناطق. فكان يقوم بحمل عظيم وعبء عظيم. أما الآن وزعت علينا المهام، كل واحد أخذ قسطة، هذا أخذ قسطة وهذا أخذ قسطة. لتعلموا إخواني في الله ما يقوم به أهل العلم من الخير ومن الجهود الجبارة ومن الجهود العظيمة، فتعرف منزلة العلماء وتعرف خيرهم وفضلهم على الأمة وتعرف نفعهم. فعلينا إخواني في الله بما ينفعنا وينفع دعوتنا، ومنها ما سمعت من الرفق. وهكذا إخواني في الله مما يحرص عليه وينفع هذا الخير الذي نحن عليه إسناد الأمور إلى أهلها. فهذا مما يجب أن يحرص عليه. فإن الأمور إذا أسندت إلى غير أهلها ضاعت
ضاعت إخواني في الله، وتخلخلت أيضا كذلك، وحصل فساد في حياة الناس إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها، ولا سيما في المسائل العظام التي لا ينبغي أن تسند إلى غير أهلها. فإن الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا والله هذا الذي نلاحظه في هذه الأيام. فما للسلفيين يا عباد الله صاروا هكذا، ما لهم تنزل بهم نوازل عظيمة لا يفتي فيها إلا العلماء، فإذا بنا نسندها إلى فلان وإلى فلان، وقد قال فلان وحثنا فلان وصلح فلان وينشروا قول فلان. ما للسلفيين صاروا هكذا يا عباد الله، فصرنا نسند أمورنا العظام إلى غير أهلها برأي فلان ومشورة فلان وقال فلان، وضاعت الدعوة ونحن السبب، لأننا ما حرصنا على دعوتنا وعلى ما ينفع دعوتنا، فيحصل شيء من التقصير، فيحصل بسبب هذا التقصير إخواني في الله، وبسبب الغفلة التي تحصل لبعض السلفيين يحصل ضرر على الدعوة السلفية بسبب هذا. وهذا من الأمر الذي أنا ألاحظه عن نفسي ونئن منه جميعا معشر الدعاء، أن أمورنا العظام تسند إلى غير أهل العلم، فإذا بالواتساب يقول قال فلان وقال فلان وينشروا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والله جل وعلا يقول كما في الآية الآنفة الذكر: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دعوتنا تصير سيرا حسنا ولله الحمد، هذا موجود. نحن ما يعني نقول على أن هذا ما هو موجود إسناد الأمر، لكن نشعر بخلل في بعض الأشياء، ونرى هذا ونسمع أن أمورا تسند إلى غير أهلها، فيحصل خلاف بين السلفيين بسبب هذا الأمر. ولو ردت أمورنا إلى أهلها والله لصدرنا عن خير كثير، ولحصل لدعوتنا خير كثير وقل الخلاف. أنا لا أقول أن الخلاف لا يكون أبدا، هذا الشيء قد قدره الله سبحانه وتعالى، لكن أهل الحق إن حصل بينهم خلاف فلهم ما يردون خلافهم إليه، لهم ما يصدرون عن الخلاف عنه وعن طريق الكتاب والسنة، وأهل العلم يفهمون الكتاب والسنة، فمصدرهم لله الحمد محصور ومقصور وليس متشعبا كما هي مصادر أهل الأهواء. مصدرنا عند الخلاف وعند التنازع كتاب الله وسنة رسول الله. من يفهم ذلك؟ أهل العلم الذين وضعنا الثقة فيهم ونعلم علومهم ونعلم إدراكهم ونعلم فهومهم، وجربوا في هذا الأمور، جربوا في هذه الأشياء المهمة جدا. فهذا إخواني في الله مما أحث به نفسي وأحث به إخواني. نحن لنا حدود معينة نتكلم فيها، لا نتجاوز ما هو بطاقتنا وعلمنا، ولله الحمد نعرف قدر أنفسنا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يعرف قدر نفسه ولا يتجاوز حدوده. فإن كان تستطيع أنك تنفع بهذا الباب تكلم بدليله وبما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء ولله الحمد ما يحجرون واسعا، أنت تعلمت واستفد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بما يقربك إلى الله جل وعلا. فهذا الأمر من الأمور التي أحث نفسي وإخواني عليها، أننا نرد أمورنا العظام إلى أهلها حتى يحصل لنا خير في دعوتنا. وهكذا إخواني في الله مما ينبغي الحرص عليه التواضع فيما بين الإخوة السلفيين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي بالتواضع، ويذكر العلل التي نزل الوحي من أجلها، أي نزل الوحي من أجل التواضع. ما هي العلة في ذلك؟ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وحتى هنا بمعنى كيف التعليلية. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وحي ينزل إلى رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا بعلله حتى لا يفخر أحد على أحد، تضيع الأمور. إذا حصل فخر على بعضنا البعض والعياذ بالله ما حصل إصغاء وما حصل نفع بالعلم. وإذا حصل أيضا كذلك بغي، نسأل الله العافية والسلامة من البغي، فإنه ليس ثم ذنب
معشر أهل السنة يعجل لأهله العقوبة كالبغي وقطيعة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ليس شيء أطيع، الحديث أبي هريرة الثاني، ليس شيء أطيع الله سبحانه وتعالى أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. فهذا الأمر من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها وأن يعتني بها السلفيون، التواضع فيما بيننا. والله لا تقوم لنا دعوة إذا حصل بغي وإذا حصل تكبر على بعضنا البعض، إن لم نعتني بجانب التواضع ضاعت أمورنا وضاعت شؤوننا. فإياكم ومسألة المرجعية أهل السنة. المرجعية لمن في البلاد؟ المرجعية لمن في البلاد؟ من المرجع لنا؟ من كذا؟ يا أخي لنا علماء نرجع إليهم، ومرجعيتنا محدودة إن حصل شيء، محدودة إن حصل لبس عظيم علينا أرجعنا إلى أهلها الأمور. فإياكم هذا الشر والعياذ بالله. وأبشركم أن دعوتنا في بلاد حضرموت قائمة على هذا الجانب ولله الحمد. عندنا الشيخ أبو عمار ما نرى منه إلا تواضعا عظيما لإخوانه، فليس ثم هنجمة منه من جهة تصلنا ولا ترفع على إخوانه ولا شيء، بل نجد منه تواضعا ونصحا وتبادل خير فيما بيننا. وهكذا أخونا أبو حمزة حسن بشعير، وهكذا من ببلاد الداخل أخونا الشيخ محمد بن جمال، وأخونا الشيخ جمعان، وأخونا عبد الله حبليل، وغيرهم من مشايخ الدعوة السلفية في بلاد حضرموت. نتزاور فيما بيننا ونتحاب فيما بيننا، وكذلك تواضع بعضنا لبعض، فليس بيننا ثم خلاف. هذا من فضل الله علينا. فيما أعلم عن نفسي، فيما أعلم ليس بيني وبين أخي أبي عمار شيء، ولا بيني وبين أخي أبي حمزة شيء، ولا بين أبي عبد الله محمد بن جمال بين أخي أبي عبد الله ولا غيره من الدعاة إلى الله جل وعلا، بل بيننا التواصل بالهواتف وبيننا المحبة وبيننا الخير الكثير. فلذلك دعوة عظيمة في بلادنا، لا أقول ذلك فخرا، ولكن أقول لمن يسمع ممن هم حريصون على انتشار دعوتهم. وهذا هو الظن بإخواننا السلفيين، أننا كلنا ولله الحمد نحب انتشار دعوتنا ونحب انتشار هذا الخير، لكن هذا الانتشار له أسباب لا بد من بذلها، ومن أعظم هذه الأسباب التواضع لبعضنا البعض، أن يتواضع بعضنا لبعض. فإذا كان عندك من العلوم ما عندك، وفتح الله عليك في جانب اللغة وجانب المصطلح وجانب الحفظ وغير ذلك، والله ما يزداد الشخص بهذا الأمر إلا تواضعا لله جل وعلا، ثم تواضعا لإخوانه. فبما رحمة من الله، الله جل وعلا أعظم رحمة أنزلها على نبيه الوحي، فإنه أعظم رحمة أنزلها على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه أمور جميلة جدا. بعد أن ذكر التواضع جل وعلا ذكر أمور يحصل بها التآلف، مشاورة وتواضع لبعضنا البعض إذا فيه أمر وإن كنت فاهما له. يا أخي ارجع لي أخيك فيه، أنت مدرك القضية، لكن بعض الإخوة إن لم ترجع إليه ربما تحصل لك قلاقل بسبب. فمن باب السياسة الدعوية إخواني في الله، ارجع إليه: يا أخي ما رأيك في الأمر الفلاني؟ نحن نريد نقدم على كذا وكذا، ما رأيك فيه؟ هو مباشرة سيقول: جزاكم الله خير، حياكم، هذا أمر جيد، والحمد لله قد كسبت صفرك لا تصلح لك زيادة أعداء، وأنت من تفاضل مثل هذه الأمور. فلا بد من مسايسة أمورنا معشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نسايس دعوتنا وأن نسايس أمورنا حتى ينتشر هذا الخير الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينتشر، والناس لا يثقون إلا بنا. ونبشر شيخنا حفظه الله، نبشره أن سمعته وأن منزلته في أهل السنة على ما كانت عليه بل أعظم وأكثر، فإن أبناءه وإخوانه وطلاب العلم الدعاة إلى الله جل وعلا، سواء كانوا في عدن أو كانوا في أبين أو كانوا في حضرموت أو في المهرة، كلهم لله الحمد في جانب شيخهم على كلمة واحدة، على كلمة واحدة، إجلال وتعظيم شرعي، لا غلو
ولا مجازفات ولا شيء، إجلال وتعظيم شرعي. هذا فضل الله سبحانه وتعالى أننا لسنا من أهل التصوف، ولسنا من أولئك أصحاب الآيات، آية الله كذا وآية الله كذا. نحن الحمد لله ننزل علماءنا وننزل كذلك أيضا أهل الخير منازلهم شرعية، وكل بحسبه، كل بحسبه. فنبشر الشيخ حفظه الله أن الطلاب عندنا، وعند أيضا كذلك الشيخ الجليل رشاد حفظه الله، وعند غيره ما نتكلم باعتبار هناك مراكز في الجنوب، الشيخ حسين أيضا كذلك، كلهم نظرتهم واحدة فيما نلتقي بهم في شيخهم حفظهم الله تعالى جميعا. فهذا مما يحصل به أيضا خير كثير لهذا الخير الذي نحن نسعد به في زمن تلاطمت أمواج فتنه. والله إن أعظم رأس مال عند السلفيين هي الدعوة إلى الله جل وعلا، ما عندهم استعداد يفوتونها أبدا، سواء كانوا في المملكة أو في غيرها. متى ما وجدوا فرصة لعلم علموا، متى ما وجدوا، لأن هذه حد سعادتهم وهذه حياتهم. متى ما وجدوا مجالا للتحريم ما عندهم غير هذا الذي يسعدوا به والذي يريدون نشره، أنهم ينشروا العلم وينشروا الدعوة إلى الله، ولا يحملون في سرائرهم للمجتمعات إلا خيرا عظيما. ما عندنا شيء ولله الحمد، والناس قد أدركت ذلك في سرائنا وفي ضرائنا الحال واحدة، ولا نستغل ضعف فلان وفلان فنثير عليه أبدا. هذا ما هو إلينا، ولا نحن حوله أن نستغل ضعف الجهة الفلانية ونثور عليها، بل نحن على ما نحن عليه من التواضع والانكسار لله جل وعلا، وإقامة شرعه وإقامة حدوده في سرائنا وفي ضرائنا. وهذا مما يعجب به ومما تعجب منه رسول الله، أو مما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا شأن المؤمن وما هو عليه من الأمر العجب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. هذا حال المؤمن على وتيرة واحدة لا يتغير أبدا ولا يتزحزح عن هذا الذي هو عليه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فيا معشر السلفيين، يا معشر أهل السنة، احرصوا على ما ينفع دعوتكم وعلى ما يعود عليكم وعلى دعوتكم بالخير، فإن دعوتكم قد بلغت المشرق والمغرب وقد بلغت الآفاق، وما أشبهنا وأشبه دعوتنا بذلك الغلام مع ذلك الجبار الذي قتله وانتشرت دعوته بعد. فنحن نفس الحالة، أرادوا أذيتنا وأرادوا قتلنا وأرادوا إبعادنا عن مراكزنا وعن علمائنا. هذا خطط خبيث، أرادوا ما أرادوا من المكر، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أرادوا شرا بنا، فالله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فنحن رأينا هذا، أن الدعوة السلفية انتشرت جدا والناس أحبوها. عندنا في بلدنا تركت الإخوان، وأنا والله ما أريد أن أتركهم لولا هذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة، وجمعت معها نية أخرى. وقد كان السلف يجمعون نيتين، أننا نزور شيخنا ونلتقي بشيخنا حفظه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبنا من المحبة وما في قلوبنا من الإجلال. لا، أنا لا أقوله عنده فقط، هذا أعتقده أن شيخنا حفظه الله له عندنا منزل عظيمة وله محبة في قلوب السلفيين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والأمر ما هو إليه، ولا حبب نفسه ولا شيء. هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى له وأكرمه الله جل وعلا به، هذه كرامة من الله. فأنا جمعت نيتين وكثير من إخواني على هذه النية فيما أعلم فيما يخبرون أننا جئنا حجاجا لبيت الله سبحانه وتعالى الحرام. وهكذا نية أخرى جئنا نزور علماءنا ونزور شيخنا حفظه الله على وجه الخصوص، فإننا منذ أن خرجنا من دماج ما رأيناه 3 سنوات، لم نرى الشيخ حفظه الله تعالى إلا هذه المرة بعد 3 سنوات. وكما قيل قد يجمع الله شتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيه. والشيخ حاله كما قيل سأنشدهم إذا ما هم جفوني
أضاعوني وأي فتى أضاعوا وأي فتى أضاعوا. فإن اليمن خسرت خيرا كثيرا والله، وخسرت أمرا عظيما كان في البلاد درعا لهم وحماية للبلاد اليمنية من شر كثير، فأضاعوا هذا الخير، فحصل ما حصل الضياع للبلاد اليمنية ومن الشر للبلاد اليمنية. وهذا البيت كان يتمثل به بعض الشباب يشرب خمرا، وكان جارا لأبي حنيفة، كان جارا لأبي حنيفة فيشرب شيء من الخمر، وأبو حنيفة يسمع يقول سأنشدهم إذا ما هم جفوني أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فافتقده يوما ولم يسمع هذا البيت الذي يكرره، فسأل عنه فقالوا هو في الحجز محبوس. فذهب إلى السجان الذي سجنه فخرج إليه يهرول، لما علم أن أبي حنيفة على الباب خرج إليه يهرول قال ماذا تريد يا سيدي؟ قال أين الفتى الذي سجنتموه؟ قال يا سيدي قد أخرجنا الجميع، قد أخرجنا الجميع. فذهب إلى ذلك الفتى فقال له هل أضعناك وأنت تقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ قال لا والله ما أضعتموني، سأترك الخمر من حينها ومن هذه اللحظة. وتاب إلى الله وأقبل على دروس أبي حنيفة، وكان ينشد هذا البيت. هذا الذي حصل للبلاد اليمنية، أضاعوا أهل العلم وأضاعوا الخير الذي كان درعا لهم وحماية لبلدهم. وانظر لهذا. وكما قال الآخر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فعلا والله كنا ربما لا نشعر في القيمة بالشيء الخير الذي حبانا الله سبحانه وتعالى، نحضر ونستفيد الله الحمد، عندنا شيء من الحرص، عندنا شيء من الحرص نحضر. لكن إخواني في الله بعد أن حصل ما حصل ندم كثير من إخواننا إذ لم يجتهدوا أنذاك ولم يستفيدوا أكثر من شيخهم مع وجوده بين أظهرهم. والله ندموا جدا، ونحن من النادمين أننا لم نجتهد أكثر وأكثر في تلك الأيام، وضاعت أوقات وربما بذلها في غير ما بذلنا فيه كان أولى لنا، وقدر الله ما شاء فعل. ولكن لله الحمد بقيت بقية من العمر إن شاء الله نستفيدها ونحرص عليها جميعا. فنحن لله الحمد نحب الدعوة السلفية ونحب شيخنا ونتمنى أننا نجلس نستفيد منه. فمن كان هنا فليتق الله في وقته، وليحرص على هذا الوقت اليسير بين المغرب وعشاء ويستفيد من الشيخ ويتواضع ويجلس بين يديه. فإن أحمد رحمه الله يقول لخلف الأحمر وهو دونه في المنزلة وهو دونه في العلم، يقول والله لا أجلس إلا بين يديك، فإننا أمرنا أن نتواضع لمن يعلمنا. أمرنا من خلف الأحمر ومن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، ومع ذلك يتواضع لخلف الأحمر ويقول لا أجلس إلا بين يديك، فإننا أمرنا أن نتواضع لمن يعلمنا. فنحن أمرنا أن نتواضع لمشايخنا وأمرنا أن نتواضع لعلمائنا. فهذا الذي أحببت أن أتكلم به مع إخواني، وإلا كما سلف البيت وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا لأهل خيبر. ولكن هذا تنفيذا لطلب الشيخ حفظه الله كما اعتدنا من إكرامه أنه يحب طلابه ويحب أن يسمع منهم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وإن شاء الله الشيخ رشاد موجود، وإخواننا أخي يوسف إذا أحبوا يكملوا شيء. تفضل يا أخي رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا المجيء إلى هذه البلاد لأداء فريضة الحج ولزيارة شيخنا وإخواننا في هذا المكان. ووالله إن هذه من أعظم النعم، رغم ما رآه ولقيه الإخوة في الطريق من عناء السفر وشدته. 3 أيام في الطريق لا نوم فيها ولا راحة، ولكن والله أول
ما وصلنا إلى بيت الله الحرام، وكذلك بعدما رأينا إخواننا في هذه الليلة المباركة ذهب عنا كثير من عناء السفر وشدته ومشقته. ونحن إخواني في الله في هذه الليلة حالنا كأب له أولاد متفرقون طال ابتعاد بعضهم عن بعض. والله إن الموقف الذي شهدناه الليلة يكاد يبكي منه الإنسان. كنا نزور الشيخ حسين إلى مركزه في صلاح الدين، كذلك الشيخ يوسف الشرعبي إلى مركزه في ماوية، كذلك نسمع عن شيخنا أبي بلال حفظه الله، ولم يتيسر لنا زيارته إلى اليوم. كل إنسان صار كبير قومه وصار شيخهم وموجههم ومفتيهم. فكنت أقول في نفسي هل سيأتي اليوم الذي نجلس بين يدي شيخنا طلابا؟ فلما كان هذه الليلة ورأيت كل هؤلاء وغيرهم ممن لم أسمهم حاضرين، وكل واحد في يده دفتره وقلمه، كان شيئا والله يدمع العين، وقد دمعت أعين كثير منا. فهذا والله من أعظم نعم الله علينا. وكما قال الشيخ أبو بلال إن كثيرا من إخواننا جاء في هذه الزيارة أداء لفريضة الله، ووالله كان في نيتنا زيارة شيخنا وإخواننا. نحن 40 أخ الذي جئنا من مركز أهل السنة والجماعة في الضالع، وكلهم يتمنى رؤية الشيخ. وكانت الزيارة اليوم مفاجئة، وجاء الباص إلى الفندق ولم يكن كثير من الإخوة حاضرا، كانوا في الحرم، فجاء معنا نحو 30 أو 25، وبقي كثير منهم في اشتياق إلى مثل هذه المجالس. إخواني في الله، الدعوة في اليمن لا سيما في المناطق التي ذهب عنها الحوثي وزال عنها، والله إنها دعوة تشرح الصدر، وكما قال الشيخ أبو بلال أكبر من مستوى القائمين على الدعوة بمرات. الناس أقبلوا، ربما يحضر درس الواحد من طلبة العلم 300 طالب، 250 طالبا، كلهم من طلاب العلم المتفرغين له في الليل والنهار، القاعدين في المساجد والمراكز. ربما المركز من مراكز أهل السنة يفتح لا يتجاوز على مروره سنة إلا وقد بلغ طلابه 200 300، ومن النساء نحو هذا العدد أو نصف هذا العدد. إقبال أكثر بكثير من مستوى القائمين على الدعوة في كثير من المناطق. فلذا نبشر إخواننا ونبشر شيخنا والسامعين أن في الدعوة السلفية في اليمن خير كثير. أقبل الناس بعد هذه الحرب، عرف الناس أهل السنة وعرفوا أهل الأحزاب، ما وسعت المساجد والله. كانت محاضرات أهل السنة والجماعة تعلن، ربما كثير من المساجد كانت تسعنا، الآن نحتاج أضعاف تلك المساجد من شدة إقبال الناس. إخواننا والحمد لله تجمعوا من القرى ومن أماكن متفرقة أغلبهم، وأنا أتكلم عن بلدنا، وطلاب العلم الذين كانوا في دماج تجمعوا كلهم إلى مكان واحد، وقام ذلك المركز على خير والله. وفيه مكث عندنا الشيخ يوسف الشرعبي 6 أشهر يدرس،
وهكذا الأخ طارق الوليدي، والأخ ناصر، والأخ أبو خليل السوداني، والأخ أبو أحمد الليبي، وغيرهم من الإخوة الذين وفدوا من أماكن كثيرة وفتحوا الدروس وانتشروا في الدعوة على الطريقة التي كانت عليها في دار الحديث بدماج. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونحث إخواننا الذين هم عند شيخنا أن يستفيدوا منه. والله للجلسة بين يديه واحدة كجلسة الليلة أحب إلينا من أسابيع أو أشهر في غيرها. نتمنى أن نرى إخواننا وأن نرى شيخنا، أن نجتمع بهم. صرنا كما قال الشيخ أبو بلال كنا لا ندري عن أمور الدعوة ومشاكلها ومسائلها وحاجة الناس فيها. كان الواحد ربما في دماغ عنده درس يدرس درسا ويرجع المكتبة بعد بحثه وعمله وحفظه ومراجعته ولا يدري بشيء. الآن مطالب خطب الجمعة، المحاضرات، مشاكل الناس، لا سيما بعد هذه الحرب ولم تقم للدولة قائمة، الناس صوبوا أنظارهم تجاه السنة. حتى الذي عنده هو زوجته في البيت مشكلة ما يرضى أن يحكم فيها إلا أهل السنة، فصار الحمل ثقيلا. والله الشوكاني رحمه الله ذكر في البذر الطالع أنه بعد أن بلغ 30 أو جاوز 30 شيئا يسيرا وانتهى من تأليف نيل الأوطار، قال مات القاضي الذي كان في صنعاء. قال فدعاني الإمام في ذلك الزمان وقال لا يصلح للقضاء إلا أنت. قال فاعتذرت وقلت إني مشغول ولا أستطيع ذلك. قال لا يضرك، تحضر في الأسبوع يومين تنظر في مسائل الناس وتفصل فيها وتنصرف. قال فقدر الله أن دخلت في ذلك بعد استخارة الله واستشارة من رأيت من أهل العلم. قال فشغلت وصار الأسبوع كله في حل قضايا الناس. قال ولم يصر عندي من الإقبال على العلم أو البحث فيه العشر مما كنت عليه قبل تولي هذا المنصب. وحال كثير من الدعاة لا سيما الذين حملوا عبئا كفتح مراكز للعلم ودور للحديث أو تحملوا الدعوة في بلدانهم، صاروا والله أنهم ربما شغلوا عن نصف الحال الذي كانوا عليه في دماغ، لأن ما حملوه أكبر من مستوى الإنسان. وصرنا نتذكر أثر عمر الذي ذكره البخاري في صحيحه: تفقهوا قبل أن تسودوا. فلا يدري الإنسان ما هو الشيء الذي يحمله، وإنما ندعو الله جل وعلا ونسأله الإعانة ونستقيم على هذا الدين قدر الاستطاعة، عل الله عز وجل أن يوفقنا كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الورع أنه سئل وهو في مرض موته: من نسأل وإلى من نرجع بعده؟ قال سلوا عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف. فتعجب الناس من وصية الإمام أحمد به، وقالوا: يا أبا عبد الله، إنه ليس له اتساع في العلم. قال: نعم، ولكنه رجل صالح أرجو أن يوفقه الله تعالى لإصابة الحق. فما مع كثير ممن حملوا الحمل في الدعوة السلفية في اليمن إلا أن يستقيموا على الدين وأن يثبتوا عليه وأن يعتنوا بإصلاح أنفسهم، عل الله تعالى
أن يعينهم وأن يوفقهم للقيام بما حملوه. ونحن نأمل والله أن يأتي اليوم الذي يرجع فيه شيخنا إلى اليمن ويكون أبناؤه وطلابه بين يديه. فالناس لو أن هناك مكانا في اليمن فيه 5000 بيت وفيه سكن يتسع 10,000 طالب ممن هم عزابا، أنا أجزم أنه ما تمر عليه السنة إلا وقد امتلأ، لا سيما إن كان رجوع أو وجود مثل شيخنا حفظه الله، والله سيقبل الناس من كل فج. ونحن على أمل أن الله تعالى ييسر ذلك. واليمن ما زالت فيها فتن وما زالت فيها أمور الدولة ليست منضبطة، حتى الأماكن التي خرج منها الحوثي ما زال فيها ضعف في الأمن، ضعف في قيام الدولة، ما زالت تنشأ، ومع ذلك كله الخير فيها ماشي، والإقبال على العلم وعلى الدعوة كثير جدا، والأمن على خير طيب، والأمور ماشية على حال حسن. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاستغلال ذلك في طاعته وفي نصرة دينه. وأستسمح شيخنا والحاضرين وأطلب منهم العذر على كلامي بين أيديهم، وإنما هذه تلبية للطلب، وأسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم إلى كل خير وإلى ما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا حج بيته وزيارة بيته الحرام، وزيارة أيضا إخواننا وشيخنا حفظه الله. وكان هذا من دعائنا في رمضان وفي العشر أن نلتقي في مثل هذه الأماكن، بل ما نقم ليلة من الليالي في إن تيسر قيام الليل إلا وندعو الله لشيخنا ولإخواننا في هذا المكان وفي غيره، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بإخواننا جميعا بين يدي شيخنا حفظه الله ووفقه وسدده وعافاه. إخواني في الله، قد سمعتم ما قاله إخواننا وشيخنا أبو بلال وأخونا رشاد وفقهم الله جميعا، ونحن لا نزال متعبين من آثار السفر، ولكن قد ذهب كثير منه كما قال أخونا رشاد لما رأينا بيته الحرام بيت الله، ورأينا إخواننا بخير وعافية، فنحن نألم لألم إخواننا. وهذا شأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا كلامي بين أيدي إخواننا وشيخنا حفظهم الله ونحن على هذا الحال، والله سبحانه وتعالى يعلم من هو أهل لمثل هذه المواقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. ولكن شيخنا حفظه الله نعهده في تلك الدار من تشجيع
طلابه وأبنائه، وهكذا في تشجيعه لبحوثاتهم، حتى ولو كان البحث قد بحثه بنفسه، فإنه لا يريد أن يحبط طلابه. وقد رأينا كثيرا من أولئك الساقطين في الفتن أنهم يتوثبون على البحوث توثبا ولا يكونون قد شرعوا فيه، ويحبط من كان عنده ذلك البحث، بخلاف ما عليه شيخنا حفظه الله، فإنه يشجع الطالب. ربما نسمعه في الدرس العام فنتشجع من يأخذ هذا البحث. وإن مما كان يشجع عليه شيخنا حفظه الله تحقيق الحاوي السيوطي رحمه الله، وكنا لم نسمع به بمن يحققه، قد لخصه حفظه الله، وقد شرع فيه أخونا خليل العديني وفقه الله، وشاركنا فيه، فشكر ذلك شيخنا حفظه الله. الشاهد من هذا أنه يربي طلابه ويشجعهم ويحثهم، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهم. وكما سمعتم إخواننا، يأتي الرجل مع زوجته إلينا أو إلى من كان في ذلك البلد مقيما يريد أن يحكم له، طلق زوجته، خالع زوجته، لم يصر هناك حكاما وقضاة يرجعون إليه إلا أهل السنة. فشغل أهل السنة في اليمن خاصة مع تدهور الأوضاع، حتى إخواننا في الشمال في تعز وفي إب وفي صنعاء تجد الناس ما يرجعون إلى أهل السنة، مع وجود المجرمين الحوثيين، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم، إلا أن الناس يرجعون إلى أهل السنة مع توتر الحروب ومع شدتها، لا يرجعون إلا أهل السنة ولا يثقون إلا بهم في الشمال وفي الجنوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. وكما سمعتم نصائح إخواننا، احرصوا على الوقت، وهذه دروس نافعة، ولعل الشيخ أراد الله له الخير بمجيئه وتفرغه، فقد كان يشغل كما يقول هو وفقه الله لكثرة الطلاب والمشاكل، والآن دروسه ما قد سمعنا مثلها. نسأل الله أن يوفقه ويزيدنا وإياكم وإياهم من فضله. فاستغلوا أوقاتكم إخواني في الله، استغلوا أوقاتكم في المحفوظات، في البحوث، فإن العلم بالمحفوظ، من حفظ الحديث قويت حجته. ليس مع من يقوم لو لم نحفظ في دماج ما استطعنا أن نخطب كل جمعة. أما التكرار ليس من شأن طالب العلم أن يكرر، فالعوام أحب أهل السنة لخطبهم الطيبة لتجددها ولكثرة الأحاديث فيها، فننصحكم بالتفرغ للمحفوظ، فالعلم هو ما حفظ، ما العلم إلا ما حواه الصدر، كما ذكر ذلك القائل، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكما قال أيضا شيخنا أبو بلال وفقه الله: كم ندم كثير من إخواننا الذين كانوا في دماج لم يحفظوا، اهتموا بزخارف البيوت وتبليطها وما إلى ذلك، وربما لم يسكن أحدهم ليلة واحدة، وهذا شيء أراده الله. لكن ننصح أنفسنا، الواجب على المسلم لا سيما أهل السنة أن يجتهدوا في طلب العلم. ما كنت أحدث نفسي يوما من الدهر أني أخرج من دماج، وهذا شيء يريده الله سبحانه وتعالى. فننصح أنفسنا إخواني في الله، قد تفرغتم في مثل هذا المكان، وكم نتمنى أن نرى شيخنا رؤية، ونحن ندعو الله ليلا ونهار أن نراه وأن نحضر بين يديه. فاستغلوا إخواني أوقاتكم، فأنتم لا بد أن ترجعوا للناس، والشيخ يعلم وأنتم تعلمون بعد ذلك. فأنصح نفسي بالإقبال على الحفظ والفهم والاجتهاد، فإن من صار مرجعا للناس وليس له محفوظ لا يكون
نافعا للناس بحق، فإن الناس لا سيما العوام يجتمعون في خطبة الجمعة، فإن لم يكن عند أحدهم أحاديث وأدلة الخطبة تخرج في رسالة، كما كنا نسمع شيخنا حفظه الله أن خطب أهل السنة تخرج في رسالة مستقلة. فننصح أنفسنا إخواني بالله بالجد والاجتهاد في طلب العلم، ونسأل الله أن يحفظ شيخنا وأن يحفظكم وأن يرده إلى بلده سالما آمنا، وأن يجمعنا به، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.